واتخذت القرار فورا حينما اطلعت على هذا التلاحم بين قوات الأمن وبين المواطنين، لحظة تاريخية اتخذتها فورا حينما اطلعت على تلك الصور التي سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب. قوات الأمن والمواطنون والمواطنات في صف واحد لإزالة كل آثار الحرق وكل العمليات التي تمت في الأيام الأخيرة نتيجة سقوط الحائط على عدد من التلاميذ الذين قضوا وتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء بالرحمة وأن يتقبلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المواطنون والمواطنات مع قوات الأمن في صف واحد هم الذين يزيلون آثار الحرق وآثار الحجارة، وهم الذين يتعاضدون في مواجهة من أراد إشعال نار الفتنة في تونس. لقنوا درسا لمن يتربص بالدولة التونسية وبوحدتها، لقنوهم درسا لن ينسوه أبدا. وقوات الأمن تتقبل التعازي من المواطنين عكس ما يتم الترويج له من قبل عدد من وسائل الإعلام. وأين هي وسائل الإعلام حينما ذهبت فجر هذا اليوم